السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة والله انا كنت عايزة اكمل معاكم اللي هو ايه فيديوهات الروتينات ورا بعضيها، تنظيفات رمضان وكده. بس بجد من كتر ما الجبنة عجبتني، اولا يعني مبدئيا كده انا هعمل معاكم جبنة النهاردة. الروتين ده او الفيديو ده هنعمل فيه جبنة. يعني عايزة اقولك والله العظيم عسل زي يعني ما تشبعي لهاش. يا سلام كده ولو رغيف من الشفاه كده اهو ومتحمص كده وحلو، وقعدي كلي في الجبنة دي زي العسل. اللهم بارك. ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل معاكم الجبنه طريقتها حلوه جدا والله، ويعني زي العسل مش هتبطلي اكل فيها. وهقول لك كمان لو انت عايزاها يعني تناسب الدايت، هتعملي ايه عشان تشيلي منها كل الزبده او القشطه، عشان تكون ايه خالية الدسم وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا عاملاها بالدسم بتاعها، يعني يا دوبك شلت اللي هو ايه شويه قشطه من فوق بعد ما اللبن سخن وخلاص على كده شلتهم وبس على كده. لكن لو انت عايزه تشيلي القشطه كلها يعني الدسم كله اللي في اللبن، انا هقولك تعملي ايه. بس يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي يا ريت تشتركي فيها فضلا وليس امرا، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها، وما تنسينيش في اللايك. ان شاء الله باذن الله. عندي امل كبير ان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيله، عيله اهل الكرم والجود. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. بصوا مبدئيا عندي عندي 4 كيلو لبن. كل كيس يعني عندي 4 أكياس، كل كيس فيه كيلو لبن، دولت 4 كيلو لبن. ما شاء الله اللهم بارك، لبن حلو وبخير وما شاء الله اللهم بارك، مش مغشوش ولا حاجة. بصوا اللهم بارك. تعرفي اللبن الحلو من كده؟ بصوا تغليه او تسخنيه، يعني انا ما غليتهوش يغلي، لا انا يا دوبك سخنته. بصوا ما شاء الله القشطه اتعملت ازاي على وش اللبن. انا عندي العلبه دي، عايزه اقول لكم ان انا مليت واحده تانية زي دي، ودي التانية اهي عملت واحده ودي التانية هي بملى فيها. كل ما اغلي لبن بعمل كده، باخد الوش بتاعه. وكمان بقول لك ان انت لما تغلي اللبن يعني تغليه وتخليه يغلي وتوطي عليه النار وتخليه يغلي معاكي. انا يا دوبك سخنته، لكن لما تغلي اللبن تبص تلاقي القشطه طلعت معاكي اكتر. خلاص على كده لميت القشطه اللي انا خدتها من على وش اللبن. ودي عندي منفعه جبتها منين؟ جبتها من الصيدليه، تلاقيها في الصيدليه. وفي كمان ناس بتحط اللبن تدفيه وتحطه على الفرن تكون دافية وتسيبه، تبص تلاقي خد. احنا بنقول عليه بياخد لما اللبن يعني يبقى زي الزبادي كده، بنقول عليه ايه اللبن خد يعني خلاص. يعني دلوقتي نحطه في الشندة بتاع اللي هي بتبقى اللي بنحط فيها زمان، يعني مش دلوقتي، بنحط فيها الجبنة وكده. ونحط فيها اللبن وتعملي بقى شوية جبنة ما حصلوش. بصوا هنا ما شاء الله اللبن ما خدش حاجة والله، حوالي نص ساعة. ما شاء الله تعرفي اللبن الحلو والناجح معاكي ان هو ما يطولش، ومع ان احنا في شتاء يعني، ان هو ما يطولش في ان هو يروب معاكي او ياخد زي ما انت زي ما احنا بنقول عليه يعني. تمام على كده. عندي هنا المصفى. عايزه اقولك ان انت ممكن برضو تجيبي علبه زبادي وتحطيها عليه، ممكن تحطيه في تسخني الفرن وتحطيه على الفرن، هتبص تلاقيه اخد معاكي. بس دي كلها يعني احنا عندنا متعودين من زمان، من ايام ما طلعت وانا اشوف امي ويعني تحط نجيب المنفعه دي من الصيدليه ونعمل بها نعمل بها الجبنة وكده. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا جبت بقى مصفى، وعندي هنا اهو ايه بقى شال اي حاجة انت مخصصاها للمطبخ، اللي هو اللي تكون القدوسية او الرشتة، واللي هو ايه تاني اللهم صل على النبي، يعني حاجة تكون بتاعة المطبخ بتستعمليها للاكل وكده. هو دوت انا مخليها في المطبخ. يعني حتى لو لاحظتوا معايا في روتين تنظيف المطبخ، لو ما شفتوش روحوا شوفوه ان شاء الله باذن الله هتستفيدوا كتير، وهتطلعوا متشجعين وهتقوموا تقلبوا المطبخ فوقاني تحتاني. هبقى مطبقة وحاطاه في درج من ادراج المطبخ. لما اكون عايزة اعمل جبنة زي كده اي حاجة بطلعه حلو خالص. اللهم بارك. بصوا انا عملت الجبنة ازاي. سبتها لما تصفى خالص من الشرش او الملاح، احنا عندنا في الصعيد بنقول عليه الملاح دوت. حلو جدا. ممكن تزودي به المش، ممكن تخبزي بيه قرص، ما ترمهوش برضو. حلو جدا. بص انا كنت عايزة الجبنة تبقى واخدة الشكل الاسطواني ده. بصوا ما شاء الله ما خدتش حاجه معايا. 4 كيلو لبن عملوا لي يعني عايزه اقول لك زي الكريمه، ان انا ما شلتش القشطه او ما شلتش الدسم اللي جواها كله. فعايزه الجبنه اللهم بارك عامله زي الكريمه والله، وحلوه جدا وطعمها زي العسل ما تشبعيش منها.
قومي اعمليها. انا وكنت عايزه انزل فيديو بقيه الروتين وكده، تنظيفات رمضان، بس والله من كتر ما عجبتني قلت لازم افيد اخواتي بيها ويلحقوا يعملوها ان شاء الله باذن الله. على رمضان باذن الله تعمليها للسحور بقى، حاجه حلوه زي الفل ومعموله في البيت وبايدك واللبن زي الفل وموثوق منها. وما تشتريش جبنة تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلت لحد هنا حطي لي لايك واشتركي في القناة لو مش مشتركة، فضلا وليس أمرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. دي الجبنة اهو ما شاء الله اللهم بارك. عملت معايا ال4 كيلو، عملوا معايا الكمية دي حلوة ما شاء الله. طعمها زي العسل، يكفي طعمها حلو حلو جدا. وهنا هرش عليها الملح. في ناس بتحط الملح على الجبنة وهي يعني بعد ما تفضيها في المصفى وكده، بس انا بحط الملح زي ما انتوا شايفين كده برشه. وعندي خدت شوية من اللي هو الشرش او الملاح زي ما احنا بنقول، نزل من الجبنة، وهحطه على الجبنة زي ما انتوا شايفين، وهحطها في التلاجة تقعد معاكي لحد ما تقولي يا بس ما يجرالهاش اي حاجة. ما شاء الله اللهم بارك. جربي الجبنة بالطريقة دي والله العظيم زي العسل، وما تشتريش جبنة تاني. وان شاء الله بإذن الله تعجبكم، وان شاء الله بإذن الله تعتمدوها وما تبطلوش تعملوا جبنة بالطريقة دي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، والله ما خدتش حاجة خالص. بصوا انا بقول لكم عاملة زي الكريمة ازاي، حلوة جدا وطعمها احلى واحلى. والله في جبنة بنشتريها بالشيء الفلاني من بره، والله الجبنة دي طعمها زيها واحلى كمان. وخصوصا اللي محليها ان هي ايه بالخير بتاعها، يعني دي جبنة بخيرها. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.